السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لابيروتيك افيك ضحى، قناة لتعلم كل ما يتعلق بالمعلومات المكتبية بالدارجة. في فيديو اليوم غنشوفوا الدرس الثاني من مايكروسوفت اوفيس باوربوينت ونبداو على بركة الله. فأول حاجة غادي نتعرفوا عليها في فيديو اليوم أو في درس اليوم هو كيفاش نغيروا تيم ديال الخلفية في البريزونطاسيون ديالنا. بطبيعة الحال ما غنخليوش الخلفية بيضاء. فأول حاجة غادي نمشيو للكرياسيون، كنلقاو هنايا تيم، كنفتحو اوتر وكنلقاو مجموعة من لي تيم، كنختارو التيم اللي يناسبنا. بهذا الشكل هذا كيمكن لينا نغيرو لي كولور اللي فيه. كنجيو الكولور كنختاروا مجموعة الألوان اللي نبغيو، نختاروا هاد الألوان مثلا. كيف كتشوفوا معايا كاينين خلفيات متنوعة وكتعطي واحد النظرة زوينة للبريزونطاسيون ديالنا، مع إمكانية تغيير البوليس. أيضا كيمكن لينا نغيروا لا بوليس ديالنا من هنايا وكنختاروا الشكل ديال الكتابة اللي بغينا. ويمكن لينا ايضا نستغناو على خاصيه التيم ونجيو للستيل داغيير بلون. كنلقاو عندنا هنا مجموعه من لي ستيل. يمكن لينا ايضا نديرو واحد لا ميزون فورم داغيير بلون. عندنا رومبليساج ديغرادي، عندنا رومبليساج افيك ايماج او تكستور. من هنا كنقدروا نختاروا التكستور اللي بغينا. ويمكن لينا ناجوتي واحد ليماج من لي فيشي اللي عندنا في الاورديناتور ديالنا بهذا الشكل هذا. مثلا ناخذ هذا ليماج هذه نديرو انسيري ابليكي ونخرجوا. فنحاولوا نختاروا دائما الوان تكون فاتحه ونبعدوا على الالوان الغامقه باش هكا كيكون منظر مريح للعين ديال المتلقي، وما كيكونش الوان مختلفه بزاف. نختاروا الوان يكونوا اللي قرابين ومساجين. من بعد ما كنختاروا التيم المناسب لينا او الخلفيه، فهكا كنبداو الكتابه ديالنا في لي زون دو تكست اللي عندنا. من بعد ما كنكتبوا كنجيو نديروا نوفيل ديابوزيتيف، نختاروا تيتر اي كونتوني. نجيو لو تيتر ونكتبوا شابيتر، نديروها سونطري، نغيروا ليها لا بوليس، لا كولور، ونجيو لهنا ونحاولوا نكتبوا العناوين اللي ممكن نهضروا عليهم في البريزونطاسيون ديالنا. ففي كتابه العناوين كيمكن لينا نوظفوا لي بوس. نجيو للباراغراف لي بوس ونختاروا البوس اللي تناسبنا. من بعد ما كنحطوا العناوين ديالنا يمكن لينا نجيو لهاد الزاويه هذه ونصغروا لا زون ديالنا بهذا الشكل باش كتبقى لينا هذه المساحه. كيمكن لينا اننا نانسيرو فيها واحد ليماج باش هكا كيكون البريزونطاسيون ديالنا احترافيه اكثر. غنجيو للانسيرسيون ايماج، غناخذوا هذه الايماج هذه ديال باوربوينت، انسيري نجيبوها لهنا بهذا الشكل هذا. كيمكن لينا ايضا نديروا تعديلات على ليماج. غنجيو لفوق دو ليماج، نختاروا هذه الفورم هذه، نجيو لبورد دو ليماج
نديرو هذا اللون هذا. من بعد ما كنساليو الكتابه ديالنا كامله وكنحطوا لي زيماج اللي بغينا، غادي ندوزو نخدموا على الحركه ديال العرض ديالنا. غنمشيو لانيماسيون، جو دو ترانزيسيون، وكنختاروا الحركه اللي بغينا بهذا الشكل. كنجيو للديابوزيتيف الثانيه حتى هي بنفس الشكل، كنختاروا ليها حركه معينه. من بعد غادي نختاروا الطريقه اللي غننتقلوا بها من ديابوزيتيف الى اخرى. عندنا جوج اختيارات، الاولى هي مانيوالمون، اي ندوزو من ديابوزيتيف للديابوزيتيف المواليه عن طريق الضغط في لاسوري ديالنا او الكلافي، اولا كنختاروا الاختيار الثاني اللي من خلاله كندير واحد المده زمنيه اللي كتفرق ما بين لا ديابوزيتيف ولا ديابوزيتيف اللي تابعاه. وصلنا لاخر مرحله واللي كنشاهدوا فيها العرض ديالنا. كنمشيو للونغل ديابوراما ا بارتير دو ديبي